بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبالطبع أنت كصاحب مال، كصاحب رأس مال، كمستثمر، أول حاجة بتدور عليها بتدور على الأمان. الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ العلم بيقول كده والواقع بيقول كده. أول حاجة لازم إحنا كشركة نوفر لك عامل الأمان بدرجة، مش عايز أقول لك 100%. أولا بالنسبة لاختيار الزرع، ده أول عامل من عوامل الأمان. أنا لما اتكلمت وقلت يا جماعة إن المشروع اللي إحنا هندخل في موضوع النخيل. النخيل من الزراعات اللي المجازفة فيها قليلة جدا 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 بالنسبة لأي مشروع تاني في الاستثمار الزراعي. فحط تحت ديت 50,000 خط. أول حاجة اختيار الزرعة، إن إحنا اخترنا النخيل. طيب تاني حاجة إن إحنا اخترنا المكان قلنا الدخلة. ليه؟ لأن الدخلة زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، اسمعوها وارجعوا لها تاني، إن الدخلة التوب في النخيل الصعيدي على مستوى مصر بحالها، على مستوى مصر كلها. الدخلة هي المكان المناسب لزراعة النخيل الصعيدي، وهي اللي بتطلع أعلى جودة. ودي هترجع بقى لحتة المكسب، إنها بتعلي مكسبك أقل حاجة من 25 ل 35% مكسب زيادة عن الأماكن الأخرى. كذلك مسألة في الأمان برضو، مسألة إن إحنا هنعمل شركة صغيرة. بمعنى إيه؟ أنا مثلا حجز معايا مثلا 1000 واحد مثلا، يعني 1000 فدان قصدي. مش هدور على مكان 1000 فدان، يعني أنا قدامي قطعة واثنين وثلاثة 1000 فدان وأسعارهم كويسة، بس مش هخش عليهم. ليه؟ لأن أنا زي ما قلت لك قبل كده وعملت لها فيديو قبل كده، قلت يا جماعة عود نفسك على حاجة عشان تعلي مسألة الأمان عندك، عشان تحافظ على رأس مالك كويس. ما تخشش في شركة كبيرة. خش في شركة يوم ما تبقى كبيرة من 200 ل 300 فدان، ما تزودش عن 300 فدان بأي حال من الأحوال. فاحنا إن شاء الله الشركات اللي هنعملها هتبقى متوسطها 200 فدان، ممكن تبقى 100 فدان، ممكن تبقى 200 فدان، ممكن تبقى 300 فدان. بس الوضع اللي احنا شغالين عليه النهارده ال 200 فدان. ليه بقى؟ وقلتها في الفيديو اللي قبل كده، بس معلش انا بكرر الكلام لان ممكن اللي بيسمعنا دلوقتي ما يكونش سمع الفيديو اللي انا عملته في الموضوع ده قبل كده. حته يا جماعه ان انت تخش في شركه 200 فدان هتبقى المساله صغيره، هيبقى المخاطره صغيره. المخاطره صغيره بمعنى ايه؟ بمعنى ان حصل بكره دروب في الشركه لاي سبب كان، احنا مش عاملين حسابه او عاملين حسابه. دي وارده ولا مش وارده؟ وارده لو بنسبه 1 2 3 5%. طيب حصل دروب في الشركة لما تكون 200 فدان، انتوا كمستثمرين كممولين هتعرفوا تقعدوا مع بعض وتلموا الموضوع، بخلاف ما تكون الشركة 1000 فدان. طب لو الشركة 1000 فدان وحصل فيها دروب، هيبقى صعب جدا انك تحلها، صح ولا لا؟ فكون ان احنا عملناها 200 فدان بس، كل شركة هيبقى لها 200 فدان بس بملف خاص بيها، ملهاش دعوة بأي شغل لينا تاني. شغلها هيبقى خاص بيها وأوراقها الرسمية هتبقى خاصة بيها هي. دي ميزة مهمة جدا 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 بتعلي مسألة الأمان عندنا في المشروع اللي احنا طرحينه. كذلك مسألة المكسب بقى. يعني أنا هنا كلمتك في موضوع إيه؟ في موضوع الأمان اخترت لك الزرعة اللي نسبة الفشل فيها تكاد تكون معدومة، اخترت لك المكان الصح، اخترت لك الزرعة الصح، اخترت لك المساحة اللي تقدر تلمها لو حصل فيها أي مشكلة تقدر تلمها. مسألة الأوراق الرسمية دي مسألة احنا منتهيين منها، مفيش شغل في الشركة غير بأوراق رسمية، وأوراق تكون من المحافظة نفسها. تمام؟ تمام. تيجي بقى على مسألة المكسب. انت كراجل صاحب راس مال، بعد ما بتدور على الأمان بتبدأ تدور على المكسب. ده تاني درجة مش أول درجة. أول درجة الأمان، تاني درجة المكسب. إحنا برضو اختيارنا لمسألة إن إحنا نستثمر في النخيل ده من أعلى المكاسب في الاستثمار الزراعي. دي بالاتفاق، مش هقول أعلى بقى، من أعلى، خليها من للتبعيض. من أعلى المكاسب في الاستثمار الزراعي مسألة النخيل. كفاية يا أخي أنا هقول لك على حاجة، وانا عامل فيديو حوالي 17 18 دقيقه في مميزات زراعه النخل، يبقى ارجع له. هو ممكن ينزل بعد يوم اتنين، ممكن ينزل بكره،
مش فاكر الميعاد اللي هينزل فيه بالظبط، انا مترخه كده، مترخ الفيديوهات كده على القناه. من اهم المميزات في زراعه النخيل من حيث المكسب، ودي انا ما ذكرتهاش في الفيديو، حته الفسائل. انت يا باشا، انت هتلم راس مالك كله من الفسائل بس. انت هتلم راس مالك كله من الفسائل بس، مش عايز اقول لك ان اكتر من راس مالك كمان، ممكن يوصل للضعف راس مالك من الفسائل بس. يعني احنا لو اتكلمنا مثلا على الفسائل بتاعه النخيل الصعيدي، احنا مثلا المشروع بتاعنا ممكن يتراوح من الفدان من سعر من 100 ل 120، والله اعلى واعلم، على حسب التكلفه اللي هنعملها، وهتبقى باعلى تكلفه زي ما قلت لكم. اعلى امكانيات هنعملها في الارض، عشان خاطر ما تجيش تتكلم مع واحد بتاع شركه بيبيع ب 200,000 ويقول لك لا ده أصل احنا امكانياتنا وبنعمل حاجات في الارض ما فيش حد بيعملها. لا، احنا هنعمل اعلى امكانيات في الارض، وهنبيع ب 100 ب 120 حاجه زي كده يعني، والله اعلم. السعر ان شاء الله هيتراوح من ديت لدي. فالفسائل، انت لو جيت تتكلم عن الفسائل، احنا لو قلنا ان انت مثلا في خلال ما تبدا تخلع فسائل، هتبدا مثلا تفصل الفسائل مثلا من عمر 4 سنين، هتاخد مثلا في خلال ال3 سنين الاولانيين اللي هو السنه الرابعه والخامسه والسادسه، وقول والسابعه كمان، مثلا هتخلع 10 فسائل. 10 فسائل، ال10 فسائل بكام؟ سعرهم النهارده من 3000 ل 4000، 3000 ونص، 4000، اتكلم في 4000. ال 4000 400 جنيه قصدي، يبقى ال 10 فسائل ب 4000 جنيه. 4000 جنيه في 60 بكام؟ ب 240,000. ب 240,000 ان شاء الله كلامي صح. يعني بالفسائل انت بتقول ب 240,000، مش هنقول 200، خليهم 250,000، خلينا نتكلم في 250,000 لان فيها لان الفدان هيبقى شايل 64 نخل. طيب ال 240,000 جنيه الفدان، يعني انت كسبت ضعف الفدان من الفسائل بس على سعر النهارده. طب انت بقى لما هتقول لي مثلا طب راس مالي اللي انا هحطه النهارده، هحط مثلا 120، ال 120 بعد 7 سنين هيبقوا كام؟ هقول لك ما هي الفسائل هتغلى برضه. انا بتكلم على الفسائل سعر النهارده، يعني انا بتكلم على سعر الفدان النهارده وبتكلم على سعر الفسائل النهارده. حضرتك لما تيجي تتكلم بقى على سعر الفسائل بعد 7 سنين ولا بعد 5 سنين ولا بعد 6 سنين، مش هتبقى 400 جنيه ولا هتبقى 500 ولا هتبقى 600. كلامي مظبوط ولا لا؟ فهتلاقيها شايله بعضها، هتلاقيها ايه، موازيه لبعضها، شايله بعضها. تمام. فهو حته المكسب النخيل لا يضاهيه مكسب، ويكفي ان انت هتاخد انتاج منه 50 60 70 سنه، يعني انت بتتكلم في اجيال. وارجع برضو الفيديو مميزات زراعه النخيل عشان خاطر ما اطولش في حته المكسب ديت كتير. طيب تعال على مميزات بقى انك تخش في شركه، ان انت ما تشتغلش لوحدك. لان انت كتير من الناس لما بتكلمني بتقول لي طب هل ينفع انا مثلا انا هاخد معاك 10 فدادين ينفع اشتغلهم لوحدي؟ هقول لك لا، مش هينفع تشتغلهم لوحدك، لا. ليه؟ اولا احنا عايزين نعمل شركه محترمه، وكلمه شركه محترمه ديت مميزاتها كتيره جدا. هتوفر لك في العماله، هتوفر لك في الاشراف، هتوفر لك في التسميد. انت لما تيجي تسمد 10 فدادين مش زي ما تسمد 200 فدان. لما تيجي تشتري اسمده ل 10 فدادين مش زي ما هتشتري اسمده ل 200 فدان. كلام صح ومسلم بيه ولا لا؟ مسلم بيه. كذلك في المنتج النهائي، انت راجل النهارده لو عندك انتاج 200 فدان وتاجر جاي يشيل منك، مش زي ما تكون عندك 5 فدادين وتاجر جاي يشيل منك. انت لو منتجك مظبوط وجودته عاليه وعندك انتاج كويس، هتعرف تبيع بالسعر اللي انت عايزه. الراجل هيبقى داخل على مزرعه محترمه 200 فدان، فهتتكلم في السعر اللي انت عايزه. دي نقطه. خد تاني نقطه، انت ممكن بال 200 فدان بتوعك ممكن تعمل منتج نهائي. ممكن تصنع البلح، وتصنع البلح دي زي ما قلتها برضو قبل كده، مش حته بقى التصنيع ان احنا لا. تصنيع البلح ايه؟ تعبئه. هو التعبئه البلح، هو البلح متصنع، هو البلح منتج نهائي. انت بتعبي
بتروح تعمل مثلا يعني بتعمل كرتونه، الكرتونه دي باسم الشركه مثلا او باي اسم احنا هنختاره، واخد بالك، وهتجيب لك كام بنت مثلا او كام ولد، ويعمل له فرز للبلح ويعبوا. يبقى انت النهارده بدل ما هتبيع مثلا يعني الكيلو مثلا بدل ما هتبيعه ب 50 هتبيعه ب 60 هتبيعه ب 70. فهتبص تلاقي مساله المكسب هيزيد طول ما انت داخل الشركه. تمام. ف كعامل امان الحمد لله اتكلمنا على عامل الامان. كمكسب احنا اتكلمنا في جزئيات معينه هنا، ولازم ترجع لحته مميزات الفيديو بتاع مميزات زراعه النخيل عشان هتستفاد منه كتير جدا. فالله المستعان، ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. و حته بقى يعني مرحله الحجز، احنا قلنا الحجز دلوقتي اتفتح بقى له يومين. اول ما ال 200 فدان يتموا هنقفل باب الحجز ونبدا نشتغل في المشروع على طول ان شاء الله. كل فيديو وانتم طيبين، وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، والسلام عليكم.